السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. بسم الله والحمد لله والصلاة والسلام على حبيبنا وأسوتنا وقدوتنا وشفيعنا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. النداء الأخير والفرصة الأخيرة من داخل القبر. نعرف بعد ما نصلى على حبيبنا صلى الله عليه وآله وسلم. عايز حضراتكم تتخيلوا معايا كده، كل واحد فينا يتخيل لو إن واحد مات وغسلوه وكفنوه وصلوا عليه ودفنوه في القبر، فلما أجلسه الملكان للسؤال، أي أجلسه منكر ونكير عليهما السلام من أجل أن يسألاه، فسألاه فلم يستطع الجواب. ولكن هنا جاءت منحة ربانية في تلك اللحظة، أن الله عز وجل قال: اتركوه يرجع إلى الحياة مرة أخرى لمدة شهر، وبعدها يموت ويرجع لنفس القبر. خدوا بالكم، ده مجرد تخيل. أنا بقول تخيلوا واحد مات ونزل القبر واتقفل عليه ومنكر ونكير أجلساه وسألاه ولم يستطع الجواب على أسئلة الملكين: من ربك؟ ما دينك؟ من الرجل الذي بعث فيكم؟ فلم يستطع. وهنا جاءت منحة استثنائية. أنا بقول تخيلوا بأن المولى عز وجل أمرهما أن يتركاه، أن يرجع إلى الدنيا مرة أخرى، ففتح القبر وخرج الرجل وعاد إلى الدنيا بس لمدة شهر واحد، وأخبروه أنه لن يرجع إلى الدنيا إلا لمدة شهر. أسأل بقى حضراتكم، بعد ما الراجل ده رأى الموت وعاين الموت ودخل القبر ورأى كل هذه الأشياء، يا ترى ماذا سيفعل؟ الجواب معلوم، طبعا سيكون من أفضل الناس في العبادة والطاعة والذكر والقرآن والصلاة وصلة الرحم وبر الوالدين إلى غير ذلك والدعوة إلى الله. سيتخلص من كل المظالم اللي عليه، سيتوب إلى الله سبحانه وتعالى، سيتخلص من المال الحرام، سيذهب لكل من ظلمه ويتحلل من المظالم إلى غير ذلك. وهو ده اللي عمله الإمام الحسن البصري مع جاره الذي كان لا يصلي بموعظة عظيمة عند القبر. كان الحسن البصري له جار لا يصلي، والإمام الحسن عايز يدعوه إلى الله سبحانه وتعالى، ولكن هذا الرجل كان لا يستجيب. في يوم من الأيام الحسن البصري بينظر من البيت فرأى جنازة لواحد جار تاني مات في نفس المكان. فالمهم خرج يتبع تلك الجنازة، فوجد جاره الذي لا يصلي وجده من المشيعين لتلك الجنازة. فلما وصلوا إلى هناك ودفنوا الميت ووقفوا عند القبر، فإذا بالحسن ينظر إلى ذلك الرجل اللي هو جاره الذي لا يصلي، ثم سأله سؤالا جميلا. قال له: يا أخي، يا ترى ماذا سيصنع هذا الميت الذي دفناه الآن لو أنه عاد إلى الدنيا مرة أخرى وأحياه الله الآن؟ قال له: ماذا سيصنع؟ سيكون من أحسن الناس صلاة وزكاة وحجا وصلة للرحم وبرا للوالدين وذكرا لله وتلاوة لكتاب الله إلى غير ذلك. فقال له الحسن: إذن فليكن هو أنت، فليكن هو أنت، وقد أحياك الله الآن مرة أخرى، فاصنع ما قلت. فقال: نعم والله، لماذا لا أصنع هذا قبل أن أدخل القبر وأندم على كل ما فعلت؟ فعاد الرجل وتاب إلى الله سبحانه وتعالى. ولا هو لازم الإنسان يموت ويشوف كل حاجة كان يعني كان يعلمها لكنه ما رآها؟ يرى بقى علم الغيب، بقى يرى الغيبيات. ما هو القبر أول منازل الآخرة. هو لازم الإنسان يموت ويرى الملائكة ويرى ملك الموت وهو بيقبض روحه، ويرى نفسه في القبر، ويرى منكر ونكير، ويرى كل هذه الحقائق التي أخبر عنها النبي صلى الله عليه وسلم. ثم بعد ذلك يصرخ ويقول: رب ارجعون لعلي أعمل صالحا فيما تركت. فيقال له: كلا، إنها كلمة هو قائلها ومن ورائهم برزخ إلى يوم يبعثون. الله أكبر. عشان كده كل واحد فينا لازم يتخيل وكأنه مات ودفن ثم عاد مرة أخرى في فترة استثنائية ليرجع ويتوب ويراجع حساباته مع طاعة الله ومع أي معصية. وده اللي هنعرفه ولكن بعد الفاصل.
تعالوا حبايبي نكمل النداء الأخير والفرصة الأخيرة من داخل القبر. هل كل واحد فينا لازم يمر بتجربة الموت ويرى ما يحدث أثناء الموت ثم يرى ما يحدث في القبر والذي أخبر عنه النبي صلى الله عليه وسلم، ثم بعد ذلك يندم الإنسان على ما قدم من أوزار ومن معاص ومن ذنوب ويريد أن يعود مرة أخرى إلى الدنيا؟ طب ما احنا لسه في الدنيا، ما نلحق ونتوب ونرجع إلى الله سبحانه وتعالى. فاكرين حضراتكم أكثم ده شاب، لا يعني كان متجوز واحدة إنجليزية وكان عايش في إنجلترا، وبعدين كانوا نازلين زيارة قبل زلزال 92 وكانوا موجودين في العمارة اللي في مصر الجديدة اللي وقعت بسبب هذا الزلزال. سبحان الله، ربنا يقدر سبحانه وتعالى أن يبقى أكثم، زوجته ماتت وأبوه مات وأمه ماتت وبنته ماتت، تخيلوا حضراتكم، وهو بقي تحت الأنقاض لمدة 72 ساعة، يعني 3 أيام. وبعد ما فرق الإنقاذ يأسوا أنهم ما يجدوا أي إنسان وهم بس بيشيلوا الأنقاض سمعوا صوت فبدأوا يحفروا ببطء شديد لحد ما طلعوه. فلما خرجوه كانت زوجته وهي بتموت كانت مدياله كل الذهب بتاعها، قالت له خده عشان لو ربنا نجاك تنتفع بيه لأن أنا خلاص بموت. فخد الذهب وهو خارج من هذا المكان رمى الذهب كله، يعني مش عايز الدنيا كلها، عايز يقول لهم أنا كنت كأني الآن كنت عايش في قبر ورأيت الحقيقة واضحة فلا أريد إلا الله. حب بعض المخرجين يتاجر بهذه القصة ويجيبوا عشان يعمل معاه فيلم بقى عودة أكثم إلى غير ذلك. فلما استضافوه في التلفزيون وكانت المرة الأولى والأخيرة، فسألته المذيعة هتعمل إيه يا أكثم في الفترة اللي جاية؟ ناوي فعلا تستجيب لبعض الدعوات اللي جات لك من بعض المخرجين لإنتاج أفلام إلى غير ذلك، يعني تعمل أفلام؟ فقال لها لا أريد إلا أن أكون خادما في بيت من بيوت الله حتى أموت وهو راض عني بس، وما رؤي بعدها. ليه؟ لأنه خلاص هو مش هيعمل بقى الأفلام ولا غيره، وإنما هو علم أن الحقيقة الوحيدة أننا خلقنا لعبادة الله، وما خلقت الجن والإنس إلا ليعبدون. الله أكبر. في يوم من الأيام حبايبي لقي الفضيل بن عياض رجلا غافلا عن طاعة الله، فسأله وقال كم عمرك؟ قال 60 سنة. قال سبحان الله، فأنت منذ 60 سنة تسير إلى الله يوشك أن تصل. ففزع الرجل وقال إنا لله وإنا إليه راجعون. فقال له الفضيل هل تعلم معنى تلك الكلمة؟ قال نعم، أعلم أني ملك لله وأني إليه راجع. فقال له الفضيل يا هذا، من علم أنه ملك لله وأنه إليه راجع فليعلم أنه بين يديه موقوف، ومن علم أنه بين يديه موقوف فليعلم أنه بين يديه مسؤول، ومن علم أنه بين يديه مسؤول فليعد للسؤال جوابا. فهل أعددت للسؤال جوابا؟ قال له ما الحيلة يرحمك الله؟ قال له الحيلة يسيرة، هم دول أهل العلم. قال له الحيلة يسيرة. قال له ما هي؟ قال له أن تتقي الله فيما بقي يغفر الله لك ما قد مضى وما قد بقى. قال جل وعلا إلا من تاب وآمن وعمل عملا صالحا فأولئك يبدل الله سيئاتهم حسنات وكان الله غفورا رحيما. أيا عبد كم يراك الله عاصيا حريصا على الدنيا وللموت ناسيا، أنسيت لقاء الله واللحد والثرى ويوما عبوسا تشيب فيه النواصية؟ لو أن المرء لم يلبث ثيابا من التقى تجرد عريانا ولو كان كاسيا، ولو أن الدنيا تدوم لأهلها لكان رسول الله حيا وباقيا، لكنها تفنى ويفنى نعيمها وتبقى الذنوب والمعاصي كما هي. سألتكم بالله العظيم أن نتوب جميعا إلى الله، وأن نرجع إلى الله، وأن نتزود بكل خير وبكل طاعة، وأن ندل الناس على الخير، وأن نفعل كل الخيرات حتى لا نندم في يوم لا ينفع فيه مال ولا بنون إلا من أتى الله بقلب سليم. أسأل الله عز وجل أن يجمعني وإياكم مع سيد ولد آدم صلى الله عليه وسلم في الفردوس الأعلى. بحبكم في الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.